السلام عليكم. في 10 ابريل 2019 تم الاعلان على اول صوره ديال ثقب اسود. هذه الكلمه ديال الثقب الاسود يمكن تكون كتجي نوعا ما في شكل وكتجيب الضحكه، الثقب الاسود، ولكن وراء هذه العباره العجيبه كاين واحد الباب حقيقي محلول نحو عوالم حقيقيه اخرى اللي تقدر تكون مختلفه جذريا على الكون اللي كنعرفه. في هذه الحلقه غادي ناخذ لمحه على اشنو هو الثقب الاسود، كيفاش كيتصاوبوا الثقوب السوداء اثناء الانهيار ديال النجوم، وكيفاش تخذت هذه الصوره الايقونيه احد اروع الصور في التاريخ الحديث لاستكشاف الكون. ما يمكن لينا نفهموا حتى حاجه على هذا الموضوع الا ما كانش عندنا بعض المفاهيم الاساسيه على واحد الحاجه اللي سميتها الجاذبيه. الجاذبيه هي القوه اللي كتجعل الاشياء كيطيحوا لتحت. الا شديت هذا الستيلو ولحتو كيهبط لتحت. طبعا هذا لتحت هو حاجه اللي هي نسبيه. الارض اللي حنا عليها هي كرويه وكبيره بزاف. الا كنتي واقف هنا في المغرب وطيحت ستيلو هنا في المغرب، هذاك ستيلو كيهبط لتحت اللي هو لهاد الجهه. الا كنتي في استراليا اللي هي هنا ولحتي ستيلو كيهبط لهاد الجهه اللي هي لتحت ديال استراليا. في الحقيقه الطريقه الادق باش نهضروا على الجاذبيه هي انها قوه اللي كتحاول تجبد الاشياء نحو المركز ديال الارض. يعني فين ما كنتي في الارض هنا ولا هنا، اذا شديتي اي حاجه وطلقتيها ديك الحاجه كتجبد نحو المركز ديال الارض. شي ستيلو في الفضاء مثلا غادي في خط مستقيم، اذا داز من حدا الارض غادي تطبق عليه الارض قوه ديال الجاذبيه اللي كتجبد الستيلو نحو مركز الارض، وغادي يتعوج المسار ديال الستيلو. هذه القوه ديال الجاذبيه هي اللي مخليانا على سطح الارض، وهي السبب علاش مع الاسف الاغلبيه ديالنا ما عمره غادي غادر سطح الارض، مع بعض الاستثناءات بحال رائد الفضاء دانيال تاني اللي كنت درت معاه استجواب على القناه في حلقه سابقه. ولكن لاحظ واحد الحاجه، وهي انه اذا نقزتي غير شويه كتطلع غير شويه والجاذبيه كتعاود تهبطك للارض، واذا نقزتي بالجهد اكثر كتقدر نوعا ما تغلب على الجاذبيه واحد شويه وكتبعد اكثر من الارض ولو لمده قصيره. اذا شدينا هذا الستيلو وعطيناه سرعه بدئيه غادي يطلع، واثناء الصعود ديالو الجاذبيه غادي تبقى تنقص له السرعه ديالو، تنقصها حتى غادي يحبس ويعاود يرجع للارض. اذا عطيناه سرعه بدئيه اكبر غادي يزيد يطلع، ولكن الجاذبيه عاود ثاني غادي تعاود تهبطو. اذا بقينا كنكبروا هذه السرعه اللي كنعطيوها في الاول في واحد اللحظه، وباش غادي نعطيوها بالضبط سرعه 11.2 كيلومتر في الثانيه، ستيلو غادي يفلت من الجاذبيه الارضيه. هذه السرعه ديال 11.2 كيلومتر في الثانيه كتسمى سرعه الافلات من الجاذبيه الارضيه، وهذه السرعه هي على حسب الكتله ديال الجسم اللي كيجبدك. باش تهرب من الجاذبيه ديال كوكب زحل مثلا اللي هو كبير من الارض خاصك سرعه ديال 36 كيلومتر في الثانيه، وباش تهرب من الجاذبيه ديال الشمس خاصك سرعه ديال 617 كيلومتر في الثانيه. غادي تسولني شنو هي العلاقه مع الثقب الاسود؟ بغينا الثقب الاسود. هذا الشيء عنده علاقه مع الاسود في كلمه الثقب الاسود، مع الكحوليه، وهذا الشيء هو الجزء العادي في الثقب الاسود. عاد مازال جايه شروينه في شكال مورا هذا الشيء. جميع الاشياء اللي كنشوفوهم بالعين ديالنا كنشوفوهم حيتاش كاين واحد الجسيمات صغيورين ديال الضوء اللي كيتسموا الفوتونات. علاش انت ولا انت اذا كنتي قدامي هنا غادي تشوفني بعينك؟ حيتاش كاين واحد الجسيمات صغيورين ديال الضوء، هاد الفوتونات اللي كيخرجوا من هاد البوله اللي كتضوي عليا كيضربوا فيا وكيجيو لعندك يدخلوا لك في عينك. الصوره ديال وجهي اللي كتشوف اذا كنتي واقف حدايا ما هي الا تراس ديال الفوتونات اللي كينعكسوا على وجهي وكيسافروا في هذا الحيز ديال الفضاء اللي بيناتنا حتى كيوصلوا لعينك. ألبرت أينشتاين في سلسلة أوراق بحث علمية اللي نشرها في بداية القرن العشرين غادي وضع الأسس ديال واحد النظرية اللي سميتها نظرية النسبية، واللي غادي تنبأ بواحد الحاجة عجيبة جدا. نظرية النسبية ديال أينشتاين غادي تنبأ بأن الفوتونات ديال الضوء حتى هما كيطرى لهم تماما بحال الستيلو أمام التأثير ديال الأجسام اللي عندها كتلة هائلة جدا. حتى الفوتونات كيتأثروا بالجاذبية. قبيله شفنا كيفاش أن المسار ديال شي ستيلو كيتعوج تحت التأثير ديال جاذبية الأرض. في نظريه اينشتاين بشكل مشابه المسار ديال الشعاع ديال الضوء اللي جاي من شي نجمه بعيده اذا داز من حدا شي جسم عنده كتله كبيره بحال الشمس كينحني المسار ديالو. هذا الانحناء ديال الضوء هذه النجمه من الارض كيبان على شكل انزياح النجمه من بلاصتها اذا كانت قريبه من الشمس في السماء. النجمه كتكون اعتياديا في واحد البلاصه في السماء، ولكن ملي الشمس كتدوز من ديك البلاصه كتبان لنا النجمه بحال اللي تحركات لبلاصه واحده اخرى. باش نفهموا هذا الانزياح ناخذ مثال ديال ظاهره واحده اخرى اللي طبعا ما عندها حتى علاقه مع النسبيه، ولكن حتى هي كيطرا فيها انزياح بفعل انحناء اشعه الضوء. سير الكوزينه شد كاس عمرو بالماء وحط وراه واحد ستيلو،
بالفعل انحناء اشعه الضوء باش كدوز من الماء، البلاصه ديال الراس ديال الستيلو اللي كانت هنا في الوجود ديال كاس الماء، الراس ديال الستيلو كيولي يبان هنا. واذا حيدنا الماء كيعاود الراس ديال الستيلو يرجع للبلاصه فين كان. في الحاله ديال النسبيه، الانحناء ديال اشعه النجوم البعيده ماشي السبب ديالو هو ان الاشعه كدوز من الماء ولا اي وسط اخر، ولكن السبب هو ان الفضاء نفسه اللي حول الشمس كيتعوج بفعل الوجود ديال كتله الشمس. اشعه الضوء هي كتمشي في خط مستقيم، ولكن الفضاء هو اللي نفسه معوج. هذا الشيء تم التاكيد ديالو في الحياه ديال اينشتاين في واحد الكسوف اللي كتعتبر احد اهم الاحداث في التاريخ ديال العلوم في القرن العشرين. علاش كسوف؟ حيتاش اثناء الكسوف وفقط اثناء الكسوف علماء الفلك كتكون عندهم امكانيه انهم يوجهوا التلسكوبات للجهه ديال الشمس ويصوروا النجوم المحيطه بالشمس بلا الوهج الساطع ديال الشمس اللي كيحجب ضوء النجوم الاخرى. الظل ديال القمر على الارض اثناء الكسوف بحال اللي كتشوفوا في هذه الصور الحقيقيه، كيعني ان السماء ما كتبقاش مضويه اثناء الكسوف والنجوم كيبداو يبانوا من جديد في عز النهار. هذه بالضبط 100 سنه في تاريخ 29 ماي 1919 علماء الفلك البريطانيين فرانك واتسون وارثر ادينتون هزوا ادق الاجهزه ديال ذاك الزمان ومشاو لواحد الجزيره في السواحل الغربيه ديال افريقيا وصوروا النجوم المحيطه بالشمس باش يقارنوا المواقع ديال النجوم اثناء الوجود ديال الشمس مع المواقع ديال نفس النجوم باش ما كتكونش الشمس. باش حطوا جوج ديال الصور شي فوق شي، واش خرج لهم فعلا الانزياح ديال النجوم حول الشمس؟ نعم، خرج لهم فعلا الانزياح ديال النجوم والتاكيد التجريبي ديال ان الضوء فعلا كيتاثر بالجاذبيه. بين قوسين، هذا التاكيد التجريبي لنظريه اينشتاين في عام 1919 هو اللي جعل اينشتاين شخصيه علميه مرموقه. بعد هذا التاكيد التجريبي هضروا الصحف العالميه على اينشتاين والنظريه ديالو حيتاش تم التاكيد ديالها تجريبيا. بزاف ديال الناس كيسحب لهم ان كلمات النظريه في العلوم كتعني الكلام هكذا في السماء. لا، كاين فرق ما بين كلمه النظريه في الهضره ديالنا في الدارجه وبين مصطلح النظريه في العلوم. كلمه النظريه ولا تيوري في العلوم هو بناء تجريبي اللي كيفسر ظاهره ولا مجموعه من الظواهر الطبيعيه واللي نجح في اختبار التجربه. نظريه النسبيه ما كانتش غادي تكون نظريه معتمده وما كانتش تجاوزت اختبار التجربه، ليس فقط في الكسوف ديال 1919 ولكن مرات بعد المرات في القرن العشرين. بما ان الفوتونات ديال الضوء هي نوعا ما بحال الستيلو اللي شفنا، نظريه النسبيه اذا غادي تنبأ بالوجود ديال الاماكن اللي الجاذبيه ديالها كبيره لدرجه ان سرعه الافلات منهم فايته سرعه الضوء، يعني ان الضوء نفسه كيطرى له نوعا ما بحال هذيك الستيلو اللي كيحاول يخرج من المجال ديال الجاذبيه الارضيه ولكن ما كيقدرش حيت السرعه ديالو ما فايتاش سرعه الافلات من الجاذبيه الارضيه. اذا كان شي واحد في وسط هذا الثقب الاسود ولا في وسط واحد الدائره اللي سميتها افق الحدث، الفوتونات ديال الصوره ديال هذا الشخص باش غادي يبغيو يخرجوا من الثقب الاسود غادي يجر هذا الثقب الاسود وغادي يحاول يرجعها. وهذا الشيء علاش الثقب الاسود هو اسود، هو كحل، حيت في غياب اي ضوء اللي يقدر يخرج منه غادي تبان لنا غير الكحوليه. في نظريه النسبيه الامر ما كيحبسش غير هنا لاسباب اللي ما غاديش نشرحوها في هذه الحلقه، ولكن غادي نحط روابط في الديسكريبسيون اللي كيشرحوها. الثقب الاسود كيخلق قطيعه فيزيائيه بين جوج ديال وجهات النظر للعالم. اذا مثلا شي رائد فضاء غادر الارض ومشى نحو الثقب الاسود، من المنظور ديال رائد الفضاء غادي يدخل عادي في هذا الحيز اللي في وسط افق الحدث وغادي يكمل طريقه نحو مركز الثقب الاسود. واذا كان الثقب الاسود كبير بما فيه الكفايه، رائد الفضاء ما غادي يحس بوالو باش غادي يتجاوز افق الحدث. اذا افترضنا مثلا ان رائد الفضاء علا واحد البراد ديال اتاي الفوق، في اللحظه اللي عبر فيها افق الحدث بدا يصب اتاي، من المنظور ديال رائد الفضاء غادي يعلي يدو ويصب اتاي ويشرب اتاي ديالو عادي، ولكن من المنظور ديالنا حدا في الارض غادي يبان لنا امر مختلف تماما. غادي يبان لنا رائد الفضاء كيقرب من الثقب الاسود، وباش غادي يقرب من افق الحدث غادي يبدا يبان لنا كيتباطا وحتى اذا تسنينا ملايير السنين يلا غادي يبان لنا رائد الفضاء قرب يعلي البراد حتى للقاع. خاصنا نتسناو حتى ما لا نهايه باش يبدا اتاي يتصب. يعني من المنظور ديالنا في الارض رائد الفضاء ما عمره غادي يدخل للثقب الاسود، بينما من المنظور ديال رائد الفضاء غادي يدخل للثقب الاسود وغادي يصب اتاي عادي. نوعا ما جوج ديال الاكوان ولا جوج ديال القطع المختلفه من الكون اللي عندها قطيعه بيناتها. اذا جاكم هذا الشيء غريب، مرحبا بكم في العالم ديال نظريه النسبيه اللي غادي نشوفوا عليه المزيد في حلقات قادمه. الوجود ديال الثقوب السوداء حتى لهذه اللحظه في القصه ديالنا هو كيبقى
نظري، يعني مجرد معادلات رياضياتيه. ولكن العلماء بغاو يعرفوا واش الثقوب السوداء عندها وجود فيزيائي حقيقي بحال الوجود ديالك ولا الوجود ديال هذه الطبله ولا الوجود ديال الشمس والقمر. اول بيست باش نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال وباش نقلبوا على الوجود الفيزيائي الحقيقي ديال الثقوب السوداء هو اننا نفكروا في الميكانيزمات اللي تقدر تصوب لنا ثقوب سوداء، شي حاجه في الكون اللي تقدر تؤدي للتجمع ديال كميه هائله من الماده والطاقه في حيز صغير من الفضاء. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في الجزء القادم. هذا هو الحلقه سالات. بغيت نوجه تحيه كبيره ل 62 من مساندي القناه في موقع باتريون. الا بغيتي تنضم لعائله مساندي باتريون التحق برابط patreon.com/najibm وما تنساش تشغل الجرس في القناه باش يوصلك الجديد. الفائز في القرعه ديال كتاب كارل ساغن من حلقه تجربه الروز هو زكريا طه. تواصل معايا السي زكريا في الانبوكس على فيسبوك باش نصيفط لك الكتاب. بسلامه.